كذلك على موقعينا فيسبوك وتويتر. صلاح من العراق بعث برسالة نصية يقول فيها: على الرغم من الكابوس الذي يجثم على صدر العراق، يبقى هنالك حلم يصاحبه أمل جميل بواقع أجمل لديمقراطية حقيقية يستحقها العراقيون. هارون من العراق أيضا كتب يقول: أهم الأحداث هما الربيع العربي وانسحاب قوات الاحتلال، ويعني بذلك القوات الأمريكية من العراق. وفي مشاركة على موقعنا على تويتر، رأى هاشم أن مقتل بن لادن والانسحاب الأمريكي من العراق هما الحدثان الأبرز لهذا العام. مرة أخرى سأعود إلى مشاركة مصورة من يوسف بلقر من الأردن. ويوسف اتصل يشتكي من أنني أخطأت في التنويه عن اسمه سابقا. أعتذر لك يوسف بلقر. دعونا نستمع إلى يوسف. أعتقد بأن الحدث الأبرز خلال العام المنصرم 2011 كان في قيام ما أصبح يعرف بالربيع العربي، الذي بدأ منذ انتحار المواطن التونسي البوعزيزي، والذي امتد لثورة ميدان التحرير وتنحي مبارك، ومرورا باحتلال ليبيا ومقتل القذافي، وليس انتهاء بالمماطلات الدولية والعربية فيما يتعلق باليمن وسوريا. وكأن الغرب والعرب قد اتفقا على المتاجرة بالدماء العربية، فكان عام 2011 على الصعيدين الشخصي والرسمي كان حزينا بسبب وفاة والدي من جهة، وبسبب ما يتعرض له وطني العربي من أحداث عصفت باستقراره ونالت من أمنه وسلامته، وكذلك وطني الحبيب الأردن من كثرة ما لاقاه من ظلم وتجني من أهله في المقام الأول. فماذا أفعل لعام مضت أيامه فقد أصبح في ذمة التاريخ؟ أما العام القادم 2012 سأحتفل مع عائلتي متأملا وداعيا إلى الله أن يحفظ وطني الغالي الأردن عزيزا كريما، ويعيش أبناؤه بكل أمن وأمان. تحية ليوسف إذن، ونرجو أن يكون عام 2012 هو بالفعل على درجة الأمل التي يأملها يوسف. مشاركة أخرى من جلال الماجد من البحرين.